فجاء هذا الرجل إلى الإمام عندما انتهى الإمام من صلاته، فقال له: يا إمام علمني كلمات الله سبحانه وتعالى ينفعني بها بالآخرة. فهذا الإمام تفاجأ بهذا الرجل وبهذا الرجل الكبير في السن، فما لم يتذكر أي شيء من هذا الدين سوى أنه تذكر، يقول الإمام على لسان، يقول: لم أتذكر سوى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: يا رجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا الرجل الكبير في السن العجوز قال: وعدها علي مرة ثانية يا ولدي. فقال: يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. قال: عدها علي مرة ثالثة. فظل يعيد هذا اليوم حتى حفظ هذا الرجل. ثم ذهب هذا الرجل يدعو بهذه الكلمات التي حفظها، يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما رأى تجمعا للناس، كلما جاء إليه أولاده، كلما جاء إليه أحفاده، قال لهم: يا أولادي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلما جاءت إليه بناته قال: يا بناتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم جاء إلى هذا الرجل غيبوبة، فأصابته غيبوبة وفقد الوعي، فأخذوه ونقلوه إلى المستشفى وهو فاقد للوعي. أولاده حوله وأقربائه حوله لكنه فاقد للوعي. وفي هذه اللحظات وفي هذه الأيام وإذا به في وقت من الأوقات يستفيق ويفيق من غيبوبته، فيأتي أولاده ويذهبون إلى الطبيب ويقول له: أبينا قد عاد إلى حياته، أبينا قد أفاق من غيبوبته. فجاء الطبيب وجاء مرتديا البالطو الأبيض ما له، وجاء معه هذه السماعة، فجاء إلى هذا الرجل. فالعجوز عندما أفاق ونظر إلى هذا الطبيب وعرفه من سماعته ومن ملابسه، فقال له: يا دكتور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه إلى باريها مات وهو يدعو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، مات وهو يدعو بهذه الكلمات التي نشرها. فاجعل لنفسك أيها الحبيب، اجعل لنفسك أثر في هذه الدنيا، اجعل لنفسك في هذه الدنيا نشر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احسن خاتمتنا جميعا.